انهيار نهائي، الكارثة العظمى انهيار نهائي لسلاسل إنتاج اللحوم من الأبقار. ما بقاتش عندنا. السنة الفارطة الإخوان عشنا فضيحة الأبقار البرازيلية. السنة الفارطة استوردنا الأغنام للعيد الكبير. السنة الفارطة استوردنا الأغنام للعيد الكبير، وقال وزير الفلاحة أنها أول وآخر سنة. لنكتشف على أن هذه السنة كذلك يتم استيراد اللحوم والأكباش ديال اسبانيا اللي ما كتعرفها واش أكباش أو لا حاشاكم حيوان بلا قرون بلا مذاق، ما تعرفوا واش ولا حولي كما داك اللي جابوه من داك الأبقار اللي خرجت في شارع محمد الخامس. هادشي كارثة الإخوان، كارثة في ظل الملايير ديال الدولارات اللي خدات الوزارة باش تدعم الفلاحة وتحقق الاكتفاء الذاتي. وبلاصة ما تمشي يعاونوا الكساب المغربي إما في الدعم ديال الأعلاف أو لا في الدعم باش يربيو، كيمشيو يستوردوا من الخارج ويجيبوه يتنافس مع الكساب ديال المغرب. بالإضافة إلى الإشكالية العظمى اللي هي الفوضى الجينية. هذه الفوضى الجينية اللي وقع الآن التدمير ديال السلالات ديال الأغنام الأصيلية المغربية ونخلطوها مع أغنام أخرى راه غتؤدي بنا إلى الدمار الحقيقي، كما وقع لنا في الزريعة ديال الدلاح وفي الزريعة ديال القمح المغربي وفي الزريعات دمرات الجينات ديال الزريعات الأصيلية، وغيوقع الآن في الحيوانات وفي السلاسل ديال الأغنام والأبقار،